لما اروح اشتري البطرمان ب 100 جنيه وب 150 جنيه يبقى لازم يكون في وقفه ونفكر شويه ونعملها في البيت باقل التكلفه. تعالي هاتي معايا بيضه وعلبه زبادي وتعالي اقولك هنعمل مع بعض حاجه حلوه جدا لازم تتاكل جنب المشويات. في مشويات وفي حاجات حلوه كده ومقبلات يبقى لازم يكون جنبيها التوميه السوريه. التوميه السوريه النهارده عملتها لكم بطريقه سهله جدا بدون مايونيز وبدون تكلفه كتيره في البيت، وطلعت احلى كمان من اللي انت بتشتريه من بره. تعالي معايا اقولك كده على اسهل طريقه ممكن تعمليها بيها، وكمان ان شاء الله هتعجبك. على النار كده هنجيب طاسه ونحط فيها كوب كامل من الميه، هنجيب عليها كمان كيس نشا من ابو 2 جنيه. مش هقولك هاتي بقى كيس نشا ب5 جنيه وربع كيلو نشا، لا، هو كيس نشا ب2 جنيه على كوب من الميه ونحطهم على النار. هنقلبهم كويس جدا كده اكنك بتعملي مهلبيه، ونبدا نقلب فيهم لحد ما القوام يتقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام تقل هنبدا ان احنا نرفعها من على النار ونقلبها ونسيبها تبرد تماما. اهم حاجه في الخطوه دي ان النشا يبرد تماما علشان دي اهم خطوه وما تكلكعش كمان منك وتعمل منك كتل. برد النشا تماما نبدا بقى ان احنا نجيب بيضه واحده. حابه ان انت تحطي بيضتين فما فيش مشكله، لكن انا اكتفيت ببيضه واحده، ولو حابه ان انت تجربي الموضوع علشان ما يبقاش مكلف معاكي تمام. نزلت كده ببيضه ونبدا ان احنا نقلب في البيضه لمده لا تقل عن 10 ثواني بالمضرب اليدوي بقى كده، وابدأي ان انت قلبي فيها لحد ما البيضه تختفي تماما، وكمان اللون يتغير ويبدأ ان هو يفتح من اللون الاصفر لحد ما يديكي اللون اللي انت شايفينه ده. اهم حاجه ان البيضه تختفي تماما، كل ما بتقلبي كل ما القوام يفتح معاكي بالشكل ده. اخدنا بقى الكميه كده البيض مع النشا، ونبدأ بقى ان احنا نجهز بقى بقيه الخطوات بتاعتنا في الخلاط او في الكبه على حسب ما انت حابه، او حابه كمان ان انت تعمليها ما عندكيش خلاط مفيش كبه مفيش مضرب، نبدا ان احنا نحطها ونعمل بقيه الخطوات بايدينا. حطيت النشا واللبن في الخلاط زي ما انت شايفه، وهنبدا بقى ان احنا نضيف عليها علبتين من الزبادي. ممكن تختبي في علبه واحده، يعني حابه ان انت تجيبي علبه واحده مفيش اي مشكله، لكن انا حبيت ان انا احط علبتين من الزبادي. نبدا كمان نحط معلقتين كبار من الخل، والخل ده اساسي هو والثوم، يعني مفيش اي مشكله ممكن نبدل اي حاجه تانية الا الثوم والخل. حطينا كمان 5 فصوص من الثوم، عندنا كمان معلقتين كبار من الخل او معلقه كبيره من الخل على حسب ما انت حابه، وهنضيف عليهم ربع كوب من الزيت بمقدار 3 معالق كبار من الزيت. اهم حاجه نوع الزيت يبقى نوع كويس جدا، يكون يعني الريحه بتاعته تبقى حلوه زي عباد الشمس كده اللي هي كريستال. اتمنى انت ما تحطوش العيله، لان العيله برضو يعتبر من الزيوت اللي احنا بنقلي بيها، فحطوا النوعين دول بيبقى حلو جدا. عندنا كمان ليمونه كامله هنبدا ان احنا نعصرها او نحط بمقدار معلقتين كبار من عصير الليمون. حطيت هنا ربع كوب من القشطه، متوفر قشطه اوكي، مش متوفر فمفيش اي مشكله، ده اختياري ليكم. انا طبعا القشطه دي جايباها من وش اللبن فحبيت ان انا احطها. عندي كمان معلقه صغيره من الملح، وهنضيف عليها بمقدار كوب من الميه اللي هو كوب علبه الزبادي زي ما انتم شايفين. انا هنبدا بقى نخلطها في الخلاط لمده 5 ثواني 10 ثواني. لقيت الموضوع معاكي تقل، ابدأي زودي حبه حبه من الزيت او حبه حبه من اللبن، يعني على حسب ما انت حابه، وهيبقى القوام معاكي بالشكل ده. حقيقي حلو جدا موفره جدا بدون مايونيز وبدون تكلفه عاليه، وكمان يعني الطعم هنا رائع بجد. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها تقولوا رايكم في التعليقات وتشاهدوني من انهي بلد، وزيناها بقى بحبه كده من الشطه. حابه ان انت تسيبيها ساده، تقدري كمان ان انت تحطيها في التلاجة، هتقعد معاكي حوالي شهر كامل في البطرمان، تحطيها في الرف الاوسط في التلاجة. واتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يكون مفيد ليكم والطريقه عجبتكم، ولو ما عجبتكوش برضو فالمشكله يا جماعه مش ان احنا كلنا لازم نكون راي واحد، في دايما ناس مختلفين وحاجات كتيره بتبقى مختلفه بينا. اشوفكم بقى على الف خير.